السلام عليكم يا شباب، والنهارده بقى هنكمل تاني درس أو تالت درس في ال OOP، وهو ال Encapsulation و Data Hiding. تمام. معنى كلمة Encapsulation أو Data Hiding بشكل عام هو إنك ال Encapsulation معناها التغليف. أنت لما تيجي تعمل Encapsule اللي هي كبسولة عامة، يعني أنت لما تيجي الدوا بيتحط في إيه؟ في كبسولة، فده معنى Encapsulation. والData Hiding يعني تخبي إيه؟ الداتا. طيب، قبل ما نخش في تفاصيل الData Hiding وال Encapsulation، إحنا المفروض في ال OOP إحنا عرفنا خلاص عامةً الclasses يعني إيه classes ويعني إيه objects، ودي بقى المبادئ أو الحاجات اللي أصلًا أغلبها كلها هتبقى شغل على الclasses وشغل على الobject واستخدامات وهكذا وأشكاله كتير. تمام كده. وعرفنا إن في حاجة اسمها attributes، وعرفنا إن في حاجة اسمها methods اللي هي بتبقى إيه جوه الfunction. في أول حاجة بالنسبة لنا هناخدها هنا هي الإيه الencapsulation. تمام كده. الencapsulation بقى فيها كذا حاجة، ليها combine data والmethods، في hide internal state والaccess modifier. طيب، علشان نعرف أو نفهم عامةً الdata hiding والencapsulation بشكل عام. يعني إيه data hiding ويعني إيه encapsulation؟ إحنا قلنا إن الencapsulation عامةً هو التغليف، إنك بتغلف الحاجة بتحطها في كبسول أو حاجة، علشان الحاجة اللي برّه ما تشوفهاش، أو حاجة اللي برّه مثلًا ما تأكسسهاش. ده بيحصل إمتى؟ مثلًا نفترض أنت عامل class فيه bank account. تمام. الbank account ده محطوط فيه شوية حاجات مهمة مثلًا زي الaccount number واسم الشخص تفاصيل مهمة، صح كده؟ طيب، هل بقى الclass ده نقدر نأكسسه من أي حتة في الكود؟ ما ينفعش، صح كده؟ في بيانات سرية ما ينفعش أنت تأكسسها direct كده وتغيّر فيها وتعدل فيها براحتك تلعب فيها براحتك. ده مش بيكون أحسن حاجة ولا أأمن حاجة. فالencapsulation هو ليه وظيفتين، إن هو يغلف الحاجة، بيضبطها بحيث إنك تقول مين اللي هيخش يaccess الداتا دي ومين مش هيخش يaccess الداتا دي. طيب، بيتحدد على أساس إيه؟ بيتحدد على حاجة اللي إحنا قلناها فوق، اللي هي الإيه؟ الaccess modifier. تمام. الaccess modifier. فدي أول حاجة نعرفها عن الencapsulation. فمن الآخر هو الencapsulation هو عبارة عن إيه؟ عن شوية عن mechanism عبارة عن إيه؟ إنك بتغلف الداتا بتاعتك، سواء بقى كانت attributes أو properties أيًا كان. والmethods بتاعتك برضه بتبقى برضه بنغلفها، بحيث إنك مش أي حد مثلًا، يعني مثلًا أنت فاتح account وعامل class، الclass ده مسؤوليته إن هو مثلًا يعمل إيداع في البنك أو سحب من البنك. مش أي حد يقدر يشغل الfunction، ما دي function إنها تعمل إيداع أو تسحب، صح كده؟ فدي كلها حاجات private، حاجات ما ينفعش أي حد يستخدمها. تمام كده. فمثلًا فالبيانات اللي هي الmoney private. تمام. اللي هي الfunctions أو الدوائر تبقى public مثلًا عشان إيه؟ الشخص مثلًا يستخدمها أو الsystem يستخدمها. فالencapsulation اعتبر إن هي إيه؟ عبارة عن خزنة، أنت تحط البيانات بتاعتك كلها مقفولة في خزنة. تمام. وأنت بس بتقول له مين اللي هيستخدم الfunctions دي ومين مش هيستخدمها. وده هنشرحه وهتفهمه أكتر في درس الinheritance، لأن هي يعني الencapsulation تكملته هيكون في الinheritance، عشان ليها حوارات تانية. مصطلحات برضه عشان تبقى عارفها عن الencapsulation، هي حاجة اسمها bundling. bundling يعني أكنك تعمل حاجة اسمها bundle للdata، إنك تحطها كلها في مكان واحد. في data hiding، ممكن تجيب مع data hiding إنك بتخبي الdata. controlled access. ليه controlled access؟ لأنك أنت هنا بتحدد إنك مين اللي هيخش يقدر يaccess الdata دي ومين مش هيقدر يaccessها، عن طريق إيه؟ حاجة اسمها الaccess modifier، وهاعرفكم إيه أنواعهم وهكذا. طيب، وطبعًا protection بتستخدم في الحماية برضه. وهي عبارة عن abstraction، لإنك أنت بتعمل abstract لحاجة، اللي هي مثلًا إيه؟ أنت عارف إن في class اسمه bank account، بس أنت ما تعرفش تفاصيله إيه، فهو كأنك بتخفي البيانات وتعمل يعني شكل abstract ليها خالص من غير ما يبين أي تفاصيل ليه. والcontrolled access اللي هي دي متكررة. وكده طبعًا أنت هاتكلم بقى عن فوايد عامةً encapsulation بشكل عام. هو الcode organization. اللي هي الcode organization إنك بعد ما تقسم الكود في classes، أنت بتقسمه وكمان بتخفيه وتحميه. فأولًا في الorganization، في الusability. تمام. في الintegrity، data integrity اللي هي شفافية الداتا والكلام. يعني تكون الداتا كويسة ومحافظ عليها. flexibility وmutability، إنك الحاجة flexible بالنسبة لك وتقدر تعدلها. وطبعًا أهم حاجة فيهم هي الsecurity. ولو هندّي مثال برضه تاني عشان تبقى فاهم الفكرة بشكل عام أكتر. مثلًا تخيل معاك عربية، أنت بالنسبة لك مهمتك الأساسية إنك لمّا تيجي تstart الموتور مثلًا، في عربيات بتشتغل بزرار كده بتدوس عليه. أنت لمّا تدوس على الزرار ده أنت ما تعرفش إيه اللي بيحصل جوّه، صح كده؟ مين اللي يقدر يأكسس على حاجة زي كده؟ مش أنت. بيبقى الشركة اللي عاملة الموتور وعاملة السيستم اللي شغال من جوّه وكل الكلام ده، اللي هيأكسسه هي الشركة. فهي الموضوع كله معتمد على إنك الencapsulation هو concept إخفاء الداتا، أو تنظيم الداتا وتنظيم مين اللي يقدر يأكسسها ومين ما يأكسسهاش. إيه اللي بيحقق بقى الencapsulation في الكود؟ حاجتين أساسيين. يعني الحاجة عشان تطبّق الencapsulation في الكود بتاعك حاجتين أساسيين: access modifier والdata
hiding. الاكسس modifier ده بينقسم لايه، لثلاث حاجات، هو المفروض اربعه بس عشان mainly هم ثلاث حاجات. طيب الحاجه دي متاحه ايه، public private وبروتكتد، او لو تسيبها ايه فاضي اللي هي الديفولت بتاعها. تمام. طبعا دي هنتكلم عليها في درس inheritance وهنفهمها اكتر. طيب بالنسبه للبابليك، بابليك يعني انت بتقول ان الحاجه دي بابليك تقدر تاكسسها من اي حته. لو نزلت الكلاس ده وعملت منه اوبجكت ورحت قلت للاوبجكت ده عايز اكسس الداتا الفلانيه مثلا، هيقول لك تمام هي بابليك فتقدر تاكسسها براحتك. برايفت هي ممنوع انك تاكسسها بتاتا من اي مكان على مستوى الكود، ما تقدرش تاكسسها خالص. بروتكتد بقى ودي هنفهمها في الانهيرتنس، ان هو في ناس تقدر تشوفها وفي ناس لا. بروتكتد هي محميه، يعني اللي معاه بس الاكسس والصلاحيه ان هو يدخلها يقدر يدخلها. وهتفهم ايه الفرق بينها وما بين البابليك، صح؟ لان هما كده تقريبا نفس المعنى، هنفهمها في درس الانهيرتنس. بس ايه خليك بس مع انت تبقى عارف ان هو بابليك وبرايفت وبروتكتد. طيب في البايثون يعني دي حالة مثلا مختلفة. في بايثون الموضوع مش إجباري إنك إيه تحط الحاجات دي، يعني مفهوم ضمنيا يعني إنك لو تحط أندرسكور قبل قبل الفاريبل أيا كان إيه الفاريبل بيبقى بروتكتد أوتوماتيك. فطبعا هي دي على حسب السنتكس بتختلف، بس المهم إنك تبقى عارف إن في تلات حالات اللي هما البابليك والبرايفت والبروتكت. والداتا هايدنج يتطبق امتى؟ لما انك ما تسمحش لاي حد من بره الكلاس ان هو يغير اي بيانات حساسه زي ما يحب، اللي هو يعني مش بلاش اي حد لو كل ما نحب ادبل في الكود يعمل اوبجكت من الكلاس ده يقدر ياكسس عليه ويقدر يدخل الداتا بتاعته براحته. فده ايه الداتا هايد. سواء الانكابسوليشن اللي هو الكلاس يكون ريوزبل بالنسبه لك تقدر تستخدمه في مكان تانية وتكون ايه البيانات محميه والكود منظم. لو جينا بقى ايه نشوف المثال للكود بقى، فاحنا نفترض مثلا احنا قلنا مثلا حاجه زي كده، عندنا بنك اكونت، البنك اكونت ده فيه الاونر وفيه الفلوس اللي انت حاططها. فلو عندي الحاجات دي انا عايزه ايه برايفت، ده مثلا طريقه كتابه في السي بلس بلس. وعندك البابليك هنا ايه الفانكشنز بقى اللي هو الكونستراكتور اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هينشئ الاوبجكت. تمام. وعندك حاجه اسمها جيت بالانس وسيت ايه البالانس. السيت بالانس وجيت بالانس دول تو فانكشنز معمولين انك تقدر تاكسس البرايفت داتا دي من غير ما نبوظها. يعني من غير ما نبوظها ازاي؟ يعني مين اللي بيغير في الداتا دي؟ هي فانكشنز جوه اصلا الكلاس مش من حد من بره، لان مش اي حد بره يقدر ياكسس الحاجه دي. طيب هل الفانكشن دي لازم اكتب قبلها جيت وست؟ لا مش لازم هي بس ايه يعني المتعارف عليه والعرف في الكود انك بتعمل ايه جيت كذا وست كذا. فانت بتجيت هنا بتريتيرن البالانس بتاعك. مين هنا يقدر يشوف البالانس غير اللي جوه الكلاس؟ كل الحاجات اللي جوه الكلاس تقدر تشوف بعضها. تمام. اي حد بره الكلاس ده مش هيقدر يشوفه. تمام كده. يعني نفترض احنا جينا هنا عملنا هنا بنك اكونت وقلنا له اليس وكده. تمام. طيب احنا لو قلنا له انا عايز الاكونت ده، تمام، دوت، وقلت له انا عايز مثلا ايه احنا المفروض اللي فوق كان اسمها ايه بالانس، صح كده؟ لو جيت قلت له بالانس مش هيلاقيها موجوده كده. يقول لي ايه؟ هيقول لي حتى الممبر اهو بانك اكونت از ايه inaccessible. تمام. يعني هو كده معناه ان هو اللاين ده ما ينفعش يخش او ما تقدرش تاكسس البالانس لان هو برايفت. بحيث برضو انك في نفس الوقت هنا لو عملنا كده كومنت على السطر ده، تمام، هنا جه اكسس الاكونت البالانس ازاي؟ هل جيت بالانس بالفانكشنز اللي هي ايه ما احنا كاتبينها فوق، لان الفانكشن هي الوحيده اللي تقدر تشوف البالانس، ومن خلال الفانكشن انت تقدر تشوف البالانس. طيب ليه ما اقدرش اكسس البالانس على طول؟ ده اولا بيحمي الداتا بتاعتك، بيبقى بيعمل زي ستيب كده او لاير زياده فوق الداتا بتاعتك، بحيث ان مش اي حد يقدر يخش على البالانس ويغيره، لا انت كمان مش هتعرف تغيره. فلا انت عندك جيت بالانس فانكشن انت تعرفش ايه محتواها، لان نفترض ان ده كود كتير بقى، ده احنا بس كمثال توضيحي. نفترض ان ده كود كتير بقى وبيعمل حاجات كتير، فانت بتقول له بس هات لي البالانس، انت ما تعرفش ايه اللي حصل جوه. زي بالظبط ريموت التلفزيون مثلا، انت ريموت التلفزيون بتقول مثلا بتقلب ما بين الخرائط، انت عارف ايه الفانكشن او محتوى الفانكشن اللي بتخلي تقول للريسيفر ان هو يقلب في القناه؟ لا ما تعرفش. هي ده الفكره، ان هو ايه الموضوع كله يكون مخفي بالنسبه لك، ما يكونش واضح لاي حد تاني. فده بشكل عام انك ايه تقدر تاكسس الداتا وازاي تكون محميه بحيث ايه مش اي حد ايه اكسس. فطبعا لو رنينا الكود كده قال لي اهو الانيشال بالانس كذا، حطينا فيه 100 وراح عمل ديبوزيت بقى 150 ومره ايه بقى 120 عشان سحبنا اول مره. حطينا 50 وبعد كده ايه سحبنا 30. هو عدل في الداتا بس ما عدلش في الداتا بانه ياكسس على طول يقول مثلا الاكونت دوت بالانس غير البالانس في ساعتها. لا كده اللي هو لا هو كده استخدم فانكشن تكون الوسيط ان هو يعدل الداتا دي، ومش اي حد يقدر ياكسس الفانكشن دي. عشان برضه لو الفانكشن دي كانت برايفت، تمام، برضه ما كانش حد يقدر ايه ياكسس. احنا غيرنا دي خليناها برايفت او خليناها برايفت وحطيناهم تحت كده، فهو ايه برضه ايه هتلاقيه كله ضرب.
هيقول لك الconstructor بقى private وكل الكلام إيه، هتلاقي الكود كله ضرب. فإيه، عشان هو public فأنت تقدر إيه، تaccess. طيب، برضه مثال ليها في البايثون نفس الشكل، ده الsetter والgetter بتاعها، والclass في الجافا نفس الفكرة كلها، كلهم نفس الفكرة. أنا ده اللي أنا عايز أوصله لك. أنت عندك بتدرس معانا في الcourse الconcept أو الفكرة العامة للمصطلح ده. أنت لمّا ييجي حد يسألك يعني إيه encapsulation، يعني إيه data hiding، يعني إيه الموضوع ده بيمشي إزاي، وما هو إلا إنك بتبقى في حاجة اسمها access modifier بتحدد مين اللي يaccess الdata ومين ما يaccessش الdata، بس كده. في طبيعي بقى اختلاف الsyntax بالنسبة لك في أي لغة أنت تكتبها أو أي لغة أنت بتدرسها مش فارقة كتير، هُم كلّهم كده نفس الconcept، كلّهم بيطبّقوا نفس الconcept ونفس الكلام بحذافيره مع اختلافات بسيطة من لغة للتانية، وعلى حسب كل لغة وإيه والsyntax بتاعها. ولو عايز تطبّق بقى على الموضوع ده يعني بشكل بسيط يعني وعامةً، فممكن مثلًا تعمل إيه class اسمه student وتحط فيه مثلًا الدرجات، وتخلّي الدرجات private وتaccessها عن طريق مثلًا إيه الfunctions اللي أنت مثلًا هتقول add grade والّا get الgrade بتاعتك أو get الaverage بتاعك وتعرف الدرجات بتاعتك. تمام، فممكن إيه تجرّبها بإيدك مثلًا تكتبها في الكومنتات، أو عايز لو تكتبها تبعتها لي على الخاص وتشوفها، تبقى برضه إيه طبّقت على الموضوع ده. وبرضه أحب أفكّركم إنه في بقى أنا عامل المحتوى ده هتلاقيه مكتوب كلّه بالتفصيل، وكل الحاجات اللي إحنا اتكلمنا فيها في الفيديو هتلاقيها مكتوبة عندك هنا بالتفصيل، وهتلاقي في الآخر خالص كده، في الآخر خالص في آخر البتاع ده أنا عامل لك زي سؤالين كده تحلّهم، بحيث إنك وطبعًا الresources اللي أنا جايب منها الحاجات دي، وهتلاقي إيه زي task كده تقدر تحلّها مع نفسك، سواء لو عايز تحلّها تحطها في الكومنتات أو تبعتها لي الخاص، فأنا تمام معاك وهاجاوبك عليها، زي quiz كده بسيط عشان تبقى إيه اتأكدت إن المعلومة اتثبّتت بالنسبة لك، الحاجة ثابتة بالنسبة لك، وتبقى عارف إن ات فهمت الconcept بشكل عام. وبكده نكون فهمنا في الدرس ده حاجة اسمها الaction modifier والgetter والsetter عشان نحمي الكود بتاعنا، والvalidation بتاعهم عامل إزاي. وإن شاء الله في الدرس اللي جاي هنتكلم عن الabstraction والinterfaces، وده اللي هيكون بقى تكملة للclasses وإزاي الclass ده يطبّق حاجة اسمها الabstraction والinterfaces. وبعد كده إن شاء الله هنتكلم عن الinheritance ونشرح بالتفصيل عن كل واحدة فيهم. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي، سلام.